السلام عليكم، تحياتي إليكم أخوتي وأحبتي في الله. هذا تكملة للفيديو اللي كان قبل، فكنا توقفنا فيه. الآن نكملو لكم. هنا كيديروا على ما أظن كاين هنا نفق للواد الحار، نفق كبير ديال المياه الأمطار وكذلك ديال المياه الصرف الصحي. لأن هذا المقطع هذا بالضبط كيجي في مكان مقعر، كيتجمع فيه المياه كثيرة، سواء ديال الصرف الصحي او ديال المياه الامطار. فهنا كيعملوا واحد القادوس كبير اللي غيكون تحت الطريق كما شفتوا. هذاك غيمر تحت الطريق باش يؤدي بهذاك الماء الى الوديان الكبرى ان شاء الله، ليتم المعالجة ديالها وكذلك إعادة استعمال. فهنا تكملة للأشغال اللي كنا في الفيديو السابق. شوف القوادس قداش ما شاء الله، قوادس كبار ضخمين. هذه هي البنية التحتية اللي كنا كنحتاجوها الصراحة، أنه يكونوا قوادس كبار يقدروا يستوعبوا واحد الكمية كبيرة من مياه الأمطار وكذلك ديال مياه الصرف الصحي. ما شاء الله، أشغال تقريبا يعني غدا بواحد الوتيرة رائعة جدا. تصور الأسبوع اللي فات كان هذه كلها مجرد حفر، الآن تقريبا كيتم التغطية ديالها والردم ديالها بعد ما انتهوا من التشطيبات الأولية، في انتظار قلنا التشطيبات النهائية اللي هي التزفيت وكذلك التروطوار. شوف ما شاء الله كل شيء شغال، الجهتين شغالين، لا يعطيهم الصحة. الطريق من الصورة هذه كتبان لك شبه مخربة، ولكن من بعد ما ينتهيوا من الإصلاحات راح تكون إن شاء الله الصورة رائعة جدا. من الطريق كلها تقريبا حيدونها الإسفلت، القشرة الفوقانية كلها القديمة تحيدات. وهذا باب معروف فاس، هذا تحت برج فاس معروف. هاد الأشغال غتبقى ممكن عاد تواصل حتى الباب مفتوح، أو أنها غادي تنتهي في المدار اللي كينزل للمدينة القديمة. الله أعلم إذا كانت غتتم على طول الطريق أو أنها فقط غتنتهي في هذاك المقطع اللي كينزل للمدينة القديمة. لأن الأشغال بادية في طريق سيدي حرازم، ما بين باب الفتوح سيدي حرازم كذلك الأشغال هناك. ولو أتيحت لنا الفرصة سنصور لكم هناك كذلك. هنا مازالين هذاك مازالين ما وصلوش للأشغال المكثفة، مازالين في بداية الحفر. هاد الأسلاك اللي كتكون كثيرة كتعرقلهم، هادشي علاش هنا كتكون الحفر بطريقة سلسة. كيكونوا حذرين جدا أنهم يقطعوا شي سلك كهربائي، أو لأنه كيكون كيضوي ممكن حي أو حيين، كيكونوا أسلاك ضخمة. فإلى هنا كنكونوا قد انتهينا من هذا المقطع الثاني اللي كان تتمة للمقطع الأول على مدار الطريق الرابطة قلنا ما بين المدينة الجديدة وكذلك باب الفتوح. تحياتي إليكم أينما كنتم أيها الأحبة والإخوة الكرام. كما العادة لا تنسونا بدعمكم، فبدعمكم سنستمر إن شاء الله. تحياتي إليكم لكل فرد منكم واحدا واحدا. تحياتي وإلى اللقاء.